Duruşu yok, şimdi değil yani. Evet. Hareket saatinden 15 dakika önce burası. وصلنا الفخر دلوقتي على الموعد بالظبط الحمد لله. ودي الغرفة الثانية. هنا في ايميلينو، منطقة ايميلينو طبعا معروفة هنا بالبواخر. شايفين الناس ما شاء الله، النهارده الجو برد بس شوية. فهنروح نشوف التذاكر بتاع البورصة من هنا، ان شاء الله نروح نقضي العيد كده في بورصة بإذن الله. فهنروح هناك نشوف التذاكر بتاع البورصة وصلت لكام دلوقتي. منطقة ايميلينو طبعا من المناطق المعروفة جدا، وهو ممكن تيجوا لها عن طريق الترامفاي اهو هنا، تنزلوا وتيجي تشوفوا البواخر اللي انتوا عايزين تحجزوها، تيجي تحجزوها من هنا. اجي اشوف هنا الحجز بتاع بورصه هناك لسه. هنا كاديكوي، ده خط كاديكوي هنا، ده اللي بياخدكم كاديكوي الاسيويه، بيبقى كاتب لكم الزمن المواعيد اللي طالعه على الكاديكوي اهي. طبعا النهارده زي ما بقول لكم عشان الجو برد جدا، هتلاقوا الناس مش كتيره، وفي رمضان واجازات عيد، مع ان الاسواق زحمه جدا جدا، عايزه اقول لكم يعني مفيش نفس فيها. بصوا هنا كانت قصاد سيركج هنا كان حجز بورصه من هنا، فدلوقتي شكلهم نقلوا كلهم على منطقه كابيتاش، لان كابيتاش عملوا منطقه محطه كبيره جدا لكل البواخر، جزر الاميرات، فنقلوا على هناك شكلهم. فهي الدنيا فاضيه هنا. ناخد الترامفاي اتجاه كابيتاش. احنا دلوقتي واقفين في احنا واقفين في محطة ايميلينو، هنركب هنروح لحد كابيتاش اللي هي اخر محطة تحتنا في ايميلينو، هنروح لحد كابيتاش. بقى من على جسر جلطة، دي منطقة الفاتح هنا اللي هناك ظهر، احنا رايحين كده على جسر هادج هناك. كاراكوي، هنا محطة كاراكوي. السوق المحطة الجديدة اللي ممكن تحجزوا منها البواخر، احنا هنا عند الترامفاي اخر محطة اللي هي كابيتاش، مقابلها على طول المترو والمحطة الكبيرة الجديدة هنا، هي دي محطة البواخر. هنحجز من هنا عند كابيتاش، هتلاقوا برضو جزر الاميرات، وهتلاقوا البورصة، هتلاقوا لكذا منطقة من هنا ممكن تحجزوا لها. احنا اهو دخلنا المحطة بتاعت كابيتاش. طبعا المحطة دي يعني قديمة، اتعملت بقالها فترة، هي جديدة تعتبر، بس كان فيها جزر الاميرات بس، ما كانش فيها باقي المحطات. اهي بنشوف التقسيم فوقينا من هنا وتنزلوا على طول، هي محطة واحدة بس من التقسيم لهنا، مترو محطة واحدة. فاحنا جينا نشوف هل بتاعت بورصة فين هنا موجودة، هنسألهم. هنا دي الناس اللي رايحة بيوك قضا اللي هي جزر الأميرات من هنا، فأنا عايزين نشوف الاستعلامات فين عشان نسألهم. المحطة ما شاء الله كبيرة جدا، تحس إن هي محطات قطورة مش بواخر. قال لنا بورصة من هنا اللي هو دي، فهتشوفوا المواعيد كلها اللي هو الإيدو والبودو، كل دول بيروحوا بورصة. هي في الإيدو بتروح لبورصة كابيتاش، احنا نروح اللي هو كابيتاش بوداليا بورصة. يعني بصوا هنا دول شركتين مختلفين، إيدو وبودو، تمام. آخر مرة احنا نزلنا في بوداليا لما رحنا بورصة، صح كده؟ فأنا مش عارفة أنهي الأقرب، هل بوداليا لوسط البلد ولا دول؟ هي هنا برضه بودانيا اهي. لا ما دي بوداليا، أيوه. دي بودانيا، هنا بوزاليا. بوزاليا ده في محطة تانية. بوزاليا دي احنا هنشوف الأقرب لوسط البلد فيهم، بس أعتقد هننزل بوداليا عشان اتعودنا عليها وعارفين الطريق بينها. اللي هي في صالون دي تحجزوا له. Duruş yok, şimdi değil yani. Evet. Kimlik var. Evet. Ama çocuklar şimdi... دلوقتي احنا للطلبة التذكرة 450، التذكرة 450 للطلبة، وللكبار 625.
طبعا الطلبه لازم بتجيب الكاملك وبتجيب ما يفيد اللي هو طالب عشان كارت اسطنبول او كارت الجامعه لو حد في الجامعه، آه. فهتاخد تذاكر مخفضه مخفضه. تبقى غير التذاكر بتاعتنا احنا. فدي المحطه. تمام. تمام. Sabah صباح. تمام. ayın 19'unda 19. Perşembe. عشان. برشم 19 8 اوكي. تمام. اورانجي اند Bunlar da tamam. تمام. Hareket saatinden 15 dakika önce burada olmanız gerekiyor. 15 دقيقة. burada. Önce. اوكي. يعني هنيجي هنا قبل التحريك تمام. بربع ساعه تكون هنا. Turnikelerde geçiş sağlıyor. تمام. Burada. تمام. Tamam. Çok teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Ama- İyi günler. Hayırlı günler. Sağ olun. اهي عايز تصوري؟ التذاكر احنا دي 450 دي للطلبه. الاورانجي اهو 450 اورانجي اللي هو الطالب. بالظبط. ماشي يوم 19 3 اللي هو قبل العيد بيوم. قبل البيوم احنا كل مره كده بنروح ناخد اخر حتى يوم. قبل الامارات رحنا قبل ناخد كان اخر يوم رمضان. الرحله ناخدها في اخر يوم في رمضان عشان نبتدي العيد هناك من بدايته. بالظبط. ادي 450 وعندك هنا 625 ده اللي هو الكامل اللي هو التام. تام اللي هو الكامل يعني زي كلمه عربي نفس العربي تام بس. كامل. ونيجي هنا قبل الرحله بربع ساعه. ميعادنا للاسف 8 الصبح. ما لقيناش 10 ما لقيناش 10 و11 ونص. بس 8 يعني هنتسحر ونيجي على هنا على طول. يلا مش مشكله. نيجي نقف هنا ونركب بالظبط البواخر من صورنا هنا. برضه هتبقى هي دي اللي واقفه. تبقى الصالات هنا بتقعدوا والبواخر هي دي. اللي وعلى فكره يعني البواخر بتاعتهم بتجوا حلوه جدا قبل كده صورناها. ساعتين طريق اهو. بصوا شهير طريق دي اللي هي الخطوط اللي تبع الحكومه، بتبقى دايما اسعارها اوفر بكتير من الخطوط الخاصه. بالظبط هتلاقوا السعر اعلى من كده بكتير، لكن ده من الحكومه شهير طريق. يعني انا قلتها لكم قبل كده في فيديو برضو، هو مش حرمكم من حاجه يعني بديكم كل التفاصيل. كده حجزنا وتمام. هنيجي قبل يوم السفر. ايه الصاله السي دي اللهم صل على النبي للجزر الاميرات. كل الجزر بتيجي من هنا. في كافيهات هنا ممكن تقعدوا فيها تستنوا، عايزين تقعدوا جوه. وهو ده الساحل هنا اهي. احنا هنا كده قصاد اسكندريه الناحيه الثانيه الجانب الاسيوي هناك. بس طبعا النهارده عشان مفيش شمس والجو برد جدا فالدنيا مش ظاهره. هو وصلنا البخرة دلوقتي على الموعد بالظبط الحمد لله، بس الجو أمطار وغيوم ربنا يسهلها إن شاء الله. وصلنا دلوقتي، خدت ساعتين بالظبط في الطريق. دلوقتي الساعة 10 يعني اتحركنا الساعة 8 ودلوقتي الساعة 10 بالظبط. وصلنا الحمد لله بورصة، بس الجو صعب جدا النهارده. يعني البواخر بتروح يمين وشمال. الحمد لله ان احنا وصلنا بالسلامة. اول ما تطلعوا من المحطة هنا على طول هتلاقوا الباصات قدامكم. شوف نحجز خط الرجعة من هنا بدري لان في العيد دي بتبقى زحمة جدا، الناس بتتعامل مع اهلها وترجع. وهنا محطة الباصات تروح وسط البلد بيها. نحجز الرجعة عشان الدنيا زحمة جدا الأيام دي، لازم نحجز الرجعة بدري.
احنا دلوقتي نزلنا في مودانيا وعملنا كارت بورصة اللي هو زي كارت اسطنبول، وهنروح ناخد دلوقتي من هنا باص، وبعد كده هناخد مترو عشان نوصل لوسط البلد. احنا دلوقتي في منطقة مودانيا عند ميدان مودانيا، واللي هو المينا بتاع مودانيا هنا اهو. وكمان نزلنا من البواخر، نروح ناخد الباص ونشوف بعد كده نقضي يومنا. طبعا دلوقتي عشان العيد الدنيا زحمه جدا على فكره، الحجز في الجايه وفي الرجعه، عشان كده اضطرينا النهارده ناخد ان احنا مواعيد بدري جدا. الساعه 8 اتحركنا من البيت بعد ما اتسحرنا على طول. طلعنا النهارده اخر يوم رمضان، كل سنه وانتم طيبين، بكره العيد طبعا ان شاء الله باذن الله. فعشان كده اول ما وصلنا المحطه هنا على طول نزلنا من الباخره على طول، رحنا على المكتب بتاع الحجز، حجزنا الرجعه ان هم عشان تضمنوا اماكن. ومع ذلك لقينا الاماكن يعني زحمه جدا، يا دوب لقينا 4 كراسي بالعافيه يعني في الباخره. فدايما حاجه زي كده مهمه لما تبقى في اعياد او مناسبات، تعملوا حسابكم ان انتوا اللهم صل على النبي تحجزوا بدري، تحجزوا الرجعه على طول، عشان بتروحوا وسط البلد في بورصه وترجعوا تاني هنا لمودانيا مشوار طويل جدا. فاحنا هناخد زي ما قلت لكم مترو وباص، فالمسافه تبقى طويله ان انتوا هتقضوا يومكم في الطريق جايين عشان تحجزوا للرجعه. عشان كده امنوا رجعتكم بسرعه، وبعد كده عشان تقضوا بقى وتنبسطوا وانتوا مرتاحين ومعاكم تذاكركم. احنا وصلنا كده ميدان عثمان غازي، ميدان بورصة، يعتبر هنا وسط البلد. فخدنا الباص ونزلنا، خدنا المترو، نزلنا عثمان غازي. دلوقتي هنروح نصور لكم الميدان من هناك. بصوا المنظر ما شاء الله، الجبال. بورصة طبعا غنية عن التعريف، تسمى بورصة الخضراء يعني من جمالها ومن الشجرة اللي فيها. عايزة اقول لكم المنطقة دي بعدين بعد الافطار هتشوفوا منظر تاني خالص، دلوقتي عشان الناس لسه صايمة والصبح فالدنيا رايقة. بالليل هتشوفوا المناظر، الشارع زحمة جدا جدا جدا. وعلى فكرة الشارع ده مشهور بالسوريين كمان، محلات السوريين هنا كتير جدا، وسوق كبير بالليل ما تقدروش تمشي على رجليكم. ده الترام بتاعهم. احلى حاجة المواصلات هنا اسمها ايه، فاضية مش زي اسطنبول. عشان كده الواحد لما يحب يقضي العيد يبعد عن اسطنبول تماما. اسطنبول من الزحمة يعني، احنا في العيد لو مقضينه في اسطنبول ما بنطلعش، لان بيبقى الدنيا زحمه جدا والمواصلات مجانيه، فتلاقوا الناس ما شاء الله ما حدش قاعد. الزحمه لا تطاق، فبتضطر تقضي العيد في البيت وانت قاعد. فعشان كده تروح بورصه، تروحوا طرابزون، تروحوا انقره، يعني اي مدينه في تركيا ممكن تروحوا تقضوا اجازتكم وترجعوا. القعدات اللي زي كده بتسمى القهوه البلديه، يعني الناس بتوع هنا القهوه البلديه، الناس بتوع الحي بتوع المنطقه، غير الكافيهات التانيه. كده احنا رايحين شارع الاوتيل ده كده على فكره السنتر بالظبط هنا، وده ميدان كنت وده المول بتاع كنت هنا. احنا المره اللي فاتت كنا ساكنين الناحيه التانيه هناك بعد المول الناحيه التانيه، دلوقتي الناحيه دي قربنا للسنتر اكتر. احنا كده وصلنا الاوتيل اهو. هو يعتبر مش من الفنادق الواو، بس يمشي الحال ونظيف. اهم حاجه نظيف، يعني في تركيا حتى لو الفندق بتلاقوه صغير او كده، بس بتلاقوا النظافه موجوده في كل مكان. دي غرفه، وفي غرفه تانية هناك موجود كل حاجه اهي، مشاريب، الميه، واي فاي. وهنا بيبص على الحديقه العامه بتاعتهم اهي. ودي الغرفه التانية. حلو حلو والله، لا بأس به. الدفية قاعدة في الشارع، الدنيا مطر وبرد، وهي قاعدة بالدفية في السوق. هو ده الأوتيل، شايفين المبنى الأبيض ده؟ ده هو الأوتيل على الشارع الرئيسي، يعتبر هنا على شارع السوق الرئيسي. حلو، ده كله سوق محلات بقى، وانتوا نازلين كده على الميدان هناك المول.
مش عارفة هنا في مظاهرات ولا في ايه بالظبط دلوقتي على حظنا، ومطر وبرد، الله المستعان. تضامن الشعب التركي مع غزة، بصراحة من أكثر الشعوب اللي انضمت مع غزة. الله يبارك لهم يا رب، ويبعد عننا وعن جميع الأمم الإسلامية الحروب بإذن الله. السوق كده الأسعار تقريبا ما فيش فرق بينها وبين اسطنبول كتير، تقريبا نفس الشيء، أغلب الحاجات نفس الأسعار. الحلويات، بونبون العيد. انا مش عارفه دي ايه ولا الترمس دي ايه، هحاول كده اعرف دي ايه دي. مش عارفه، واقفه كده والمطر نازله من عليها. هنا كده عند منطقه السوق المغلق بتاع بورصه كابل بازار، ده هنا السوق. بس طبعا دلوقتي مش كله فاتح، معظم المحلات قفلت لان الوقت اتاخر شويه. فان شاء الله احاول اجيب النهار واصوره لكم من جوه، صور السوق بقى ونشوف الدنيا فيها ايه جوه السوق. بحس هنا في اللبس احسن من اسطنبول بالنسبه للبس المحجبات، وحتى كل الاسعار بتلاقوها مكتوبه وواضحه، يعني مفيش غش مفيش اي حاجه، بتلاقوا الاسعار مكتوبه قدامكم وتشتروا. كده يومنا الاول يعتبر خلص، الحمد لله على خير وعلى سلامه. من بدايه اسطنبول، من بدايه الرحله خدتكم لحد اخر جوله، فاستنوا فيديوهات حلوه كتير ان شاء الله جايه في بورصه، واشوفكم الفيديو الجاي على خير، ونكتب في امان الله.